لملعب المباراة مع الزميل أحمد العطواني، نستمع ماذا لديه. نقطتين عن فريق القوى الجوية، والقوى الجوية أيضا يطمح لتعزيز صدارته، لكن الحمد لله رب العالمين من وجهة نظري شفت أنه مباراة تكتيكية مغلقة من قبل المدربين، رغم أنه من وجهة نظري أنه الشرطة كان أكثر استحواذ، أكثر انتقال إلى المرمى، لكن قدر الله ما شاء فعل. يعني نطوي هاي الصفحة ونفكر مباراتنا القادمة حتى نحافظ ونعزز موقفنا بالصدارة. أكيد. من الفائز بهذه المباراة؟ الجمهور، أكيد جمهور الفريقين. الإدارة راضين عن الأداء والنتيجة؟ اكيد احنا النتيجه هي كان طموحنا الفوز، لكن قلت لك قدر الله ما شاء فعل. الاداء الشباب ما قصروا، يعني عملوا كل اللي عندهم وطوا كل طاقتهم بالساحه. شكرا للاعبين، شكرا للكادر التدريبي، شكرا للجماهير اللي املت مدرجات ملعب الشعب. اليوم يعني كانت هي العنوان الابرز لربما اول تيفو اليوم يدخل على الاراضي العراقيه باسم راس الشرطه، واكيد هذا راح يكون محط اعتزاز ومحط فخر لهم ان شاء الله تعالى. شكرا سيدنا. نعم زميلي، هذا عوده اليك. شكرا جزيلا احمد. اللاعبين والكادر. وبالعوده نستمر بمباراة الزوراء قبل الانتقال لمباراة الشرطة والجوية التي انتهت بالتعادل السلبي. هل ما زال الزوراء منافسا، خاصة تعادل الشرطة والجوية يعني ربما خدم النهار؟ عندي ملاحظة الكابتن رياض، إذا هو يعني على خاصة الموضوع حسن عبد الكريم. فضل. شوف بالمباريات السابقة أحيانا بنلعب الزوراء بمهاجمين ثلاثة، مهاجم واثنين أطراف. تلاحظ حسن يكون بالجانب الأيمن، من اللي يساعده لؤي العاني، لذلك ما تشعر منه الجناح ومنه لاعب الوسط، وبالتالي دائما ما تكون الخطوره من هذا الجانب. اليوم لؤي كان بالبدايه بالجانب الايسر، حسن وحده بالجانب وحتى لؤي واحد ضد واحد بالنسبه لحسن، واحد ضد واحد بالنسبه للؤي، لم يوفقوا امام فريق يعني امام الفريق المنافس. لذلك دائما من يكون لؤي قريب من حسن دائما ما تكون خطوره ودائما ما تكون تسجيل اهداف. زين، ما زال الزوراء بالمنافسه كابتن؟ الزوراء ما كان هناك استقرار او ما كان هناك استمراريه بالاداء. الزوراء ما يستمر بالاداء، فبالتالي هو حال الشرطه والجويه بالاستمرار، لكن بالادوار المقبله فاعتقد ان الزوراء سيبتعد عن المنافسه بسبب تذبذب الاداء. لان اغلب لاعبينه تقريبا من 7 إلى 8 لاعبين بدا يظهروا بالمستوى المطلوب. قد يكون مباراه مباراتين 3 4 ما تعول، لكن تعرف اذا انت المهاجم مالتك الاول في حاله نفسيه صعبه، المدافعين مو بالفورمه، لاعبين الوسط يعني صعبه جدا، مباراه يقدم مباراه يقدم، فاعتقد هذا التذبذب بالمستوى، فاعتقد ان الزوراء سيكون بعيد عن المنافسه. بس فارق الاهداف كابتن قليل، يعني قليل ما بين الاول وما بين فارق النقاط طبعا. لذلك اعتقد فوز واحد للزوراء. الان الفرق بطريقه للتعادل للخساره لانه اكيد وارد. منو المشوار اصعب القادم؟ يعني اذا لاحظنا لعب امام الجويه ولعب امام الطلبه. نعم. فباقي له الزوراء وباقي له يعني فرق ممكن. طيب عذرا بس انتقل مره اخرى للزميل احمد العطواني، تفضل. مباراه مهمه، كيف شاهدت الاداء والنتيجه؟ الشرطه ما زالوا بالصداره. نادي الشرطه نادي كبير، مباراه كانت متكافئه بين الطرفين، يعني احنا ضيعنا فرص وقدرنا نوصل اكثر من 4-5 مرات للهدف. الشوط الثاني كان تبديل ناجح من كابتن مؤمن سليمان، وقدرنا نوصل اكثر من مره، لكن الحظ ما حالفنا. وان شاء الله بعد عندنا مباريات اهم، مباراه جايه ودوري طويل ان شاء الله نقدر نعوض اكثر بعد. التعادل الثاني للمباراه الثانيه شنو الاسباب؟ التعادل الثاني اكيد اليوم انت من تلعب امام فرق راح تواجه نفس الصعوبات. الشرطه المباراه السابقه كانت امام دهوك، فريق دهوك كان فريق جيد، دافع اكثر من مرات، احنا وصلنا كثير بس الحظ ما حالفنا. واليوم الحمد لله يعني مستوى كان كل الزين، مستوى بدا يتصاعد وان شاء الله بعد الاكثر. ماذا ينقص القوه الجويه لتحقيق الفوز؟ ان شاء الله والله جاي نوصل اكثر، بس ناقصنا الحظ. شكرا كابتن، بالتوفيق، شكرا جزيلا. نعم زميلي، هذا شكرا يا احمد. كابتن شنو ملاحظتك؟ تفضل. قلت لي عندي ملاحظه على حسن عبد الكريم. يعني تكلمت انا حسن عبد الكريم، يعني ماكو تغيير حتى بطريقه البنيه الجسمانيه مالته، يعني كانما يعني تعرف انت كل سنه خبره يعني كل سنه تدريبيه يجب ان يكون هناك تغيير في البنيه الجسمانيه وبطريقه الاداء مالته. موسم كامل بنفس الطريقه، هو فقط انه يستلم كره والدخول للداخل، يعني بدا ينوع بالناحيه الفنيه مالته، اللي هو مره على اليمين ويسوي كروس، مره للداخل، فبالتالي صار لاغلب اللاعبين المدافعين مكشوف.
وكذلك انه البنيه الجسمانيه مالته، تعرف انت البنيه الجسمانيه مدى يكتسب جانب بدني، ما تحس انه البدي مالته دا ياخذ دا يكتسب قوه زايده، فبالتالي هذا الامر حسن عبد الكريم دا يفقد بدنيا دا يفقد مهاريا. طيب انتقل مرة أخرى للزميل أحمد العطواني، تفضل. مباراة صعبة مثل ما تعرف، يعني نادي القوة الجوية منافس لنادي الشرطة، احنا بالصدارة نقطة من لا شيء، يعني الحمد لله والشكر، ان شاء الله القادم افضل وان شاء الله الدوري للشرطة. ما زال الشرطة في الصدارة. اي يعني قلت لك مباراة صعبة صحيح، مباراة جماهيرية، يعني مع طول الشرطة بالصدارة نقطة من لا شيء، يعني الحمد لله والشكر، ان شاء الله قادمين يعني مباراة ان شاء الله الجاية افضل ان شاء الله، وان شاء الله الدوري للشرطة. اليوم الجماهير خرجت راضية عن الفريق؟ اي الحمد لله والشكر، اداء يعني انا اشوف مباراة جميلة اليوم يعني من طرفين الصراحة. من كان الفريق الذي يستحق الفوز؟ يعني الصراحة احنا ضيعنا مثل ما شفتوا، يعني ضيعنا فرص، بس الحمد لله والشكر قلت لك يعني احنا ضيعنا فرص، بس ان شاء الله يعني الشرطة بعدها بالصدارة، وان شاء الله نبقى بالصدارة والدوري للشرطة هذا الموسم. حبيبي شكرا لك. احمد شكرا. نعم زميلي علي، شكرا أحمد. نفتح ملف، عندكم تعليق على مباراة الزوراء لو نفتح المباراة الأخرى كباتن؟ كيفكم إذا عندكم ملاحظة؟ لا اعتقد يعني على فريق الزوراء اعاده النظر خاصه بالجانب الدفاعي، لانه فريق مستوى الزوراء انه من تكون عليه اكثر من 6 فرص مثلا سهله صعب جدا، ربما اليوم يعني يعوض، لكن صعب جدا انه يعوض المباراه القادمه. وايضا على الجهاز الفني حث لاعبي الوسط والمدافعين من تايه الكرات للمهاجمين، وبالذات يعني المهاجمين علاء وعلي يوسف. طيب التعادل السلبي يحسم مواجهة الشرطة أمام القوة الجوية، شلون شفت المباراة وشنو رأيك؟ اعتقد بدايه المباراه تعرف انه فريقين يعني يبحثون عن الصداره، وفريقين يمتلكون قاعده جماهيريه كبيره، لذلك كان بدايه المباراه كان هناك شد قوي ما بين اللاعبين، يعني بحيث انه طيله الشوط الاول يمكن فرصه او فرصتين لفريق الشرطه مع فرصه للجويه مع يعني تجمع جميع اللاعبين بوسط الملعب. فريق الشرطه كان اكثر استحواذ بمنطقه الوسط، رغم انه فريق الجويه لعب ب5 بمنطقه الوسط، لكن لاعبين الاثنين بالوسط اللي هم ابو بكر واللاعب الاخر يعني سيطروا على منطقه الوسط بشكل قوي. فريق الشرطه جازف بالبدايه ب4 مهاجمين تقريبا في سبيل انه يسجل هدف لتواجد علاء عبد الزهره خلف 3 من اللاعبين للامام. لذلك مباراة كانت يعني أشبه مغلقة، ما بها فرص، ما بها باستثناء. يعني لاحظنا الفرصة الأخيرة لمهند عبد الرحيم بالدقائق الأخيرة كان ممكن لو استخدم مثلا القدم اليسرى، هو لاعب يعني لاعب هداف ولاعب خبرة، باليسار كان ممكن تكون هدف أكثر من الرجل اليمين، لأنه الرجل اليمين بعيدة تكون دائما باتجاه الأوت. مباراة عموما يعني مباراة كان يبحثون الفريقين عن 3 نقاط، لكنه بداخلهم التعادل كان افضل للفريقين حتى يكونون دائما بالمنافسه معتمدين على نتائجهم بالمباريات القادمه امام الفرق الاخرى. بهكذا مباريات الفرص تكون قليله جدا. نقول مهند ضيع فرصه الفوز. تحفظ يعني الفرصه الاخيره لمهند تنتهي المباراه، يعني باليسار لو مسجل كان ممكن تنتهي المباراه. منو اللي كان محتاج الفوز اكثر في هذا اللقاء حسب تصورك؟ اعتقد الفريقين، لانه الشرطه لو فايز بالمباراه بيكون فارق 5 نقاط، يكون وضعه يعني وضعه الفني ممتاز وحتى نفسيا يكونون مرتاحين اكثر. الجويه لو استعاد الصداره مع مدرب جديد اعتقد راح تكون الثقه اكثر بالمدرب، لذلك هذه النقطه ربما تكون مقنعه للفريقين بالنسبه للجهاز الفني، لكنه للجماهير تعتقد انه غير مقنعه، لان جماهيرنا دائما ما تبحث عن الفوز. رأيك كابتن بالتعادل السلبي وشلون شفت المباراة؟ أول شيء أنا كنت متوقع التعادل، المباراة صعبة على الفريقين. زين. أتفق مع كابتن رحيم، هي مغلقة كانت تكتيكيا، بس كنت أني أطي بداخلي يعني كنت أقول ممكن إنه فريق القوة الجوية، بسبب مؤمن سليمان عارف بنوعية لاعبين الشرطة وبطريقتهم وبطريقة تفكير كابتن أحمد صلاح وسعد المساعد حسين عبد الواحد عفوا. فقلت ممكن انه هو قاريهم مسبقا، يعني قاري اللاعبين وطريقه لعبهم، وبالتالي فلكن كابتن احمد صلاح من لعب ب4 لاعبين انا فاجئني جدا انه ادوارهم هجوميه، اعتقد هذا الشيء من النوع المباغته يعني سواها. كنت اتوقع يعني ما يلعب ب4، يلعب فقط انه بواحد، ممكن المواس او علاء فقط واحمد عبد الرحمن، بس ما تلعب ب4 مع اعتمادك على لاعبي الوسط. فاعتقد هذا المجازفه نوعا ما، لكن مجازفه تحسب لهم لو ما تحسب لهم؟ لا هو تحسب لاحمد صلاح، يعني تحسب لاحمد صلاح. ليش؟ لان تعرف انت انه فريق متصدر،
العب مع المركز الثاني، ما اجازف في بدايه المباراه، ممكن العب بعقلانيه، اقول لا العب ظروف المباراه هي اللي يعني تعطيني الادفانتج انا اجازف او ارجع خط. لكن من تلعب باربع لاعبين، اربع لاعبين اشبه انهم اربعتهم ما يدافعون. المواس احمد وعلاء عبد الزهره واحمد فرحان، 4 مهاجمين صعبه. لكن من يمتلك عبد المجيد ودريسه انا اعتقد يعني من حقه يلعب باربعه، لان ممتازين جدا. 2 ضد 5 لاعبين فريق القوى الجويه هم اللي سيطروا على الوسط، اللي كانوا فريق الشرطه اكثر تحررا، اكثر نقلا للكره، اكثر من القوى الجويه. احس فريق القوى الجويه متعصب حتى في نقل الكره حذر، فبالتالي هاي النقطه نقطه عادله للفريقين. لكن الفريقين ما رادوا يخسرون، رادوا النقطه بس ما يخسر، بدليل لان اذا فريق الشرطه لو حصل على نقاط المباراه اعتقد انه كان راح بعيد جدا، كان انفرد بالصدارة. وفريق القوى الجويه لو حصل على 3 نقاط كان يعطي ثقه جدا لكابتنهم المدربهم مؤمن سليمان. كابتن لاعبي الوسط الاثنين ادريسه وعبد المجيد ابو بكر اللي ساعتهم مدافع اليمين ومدافع اليسار، اختار محمد صلاح. المباراه اليوم دائما ما كانوا يميلون بوسط الملعب ويصيرون 4 لاعبين مقابل 4 لاعبين. نعم. من تنقطع الكره يرجعون لاماكنهم، يرجعون لاعبي الاطراف، وهذه واحده من الاشياء التكتيكيه اللي يختارها المدرب، وتحس انه اكو فكر بهذه المباراه. زين، فنيا منو تفوق خلال دقائق الشوط؟ انا اشوف الشوط الاول كان من صالح فريق الشرطه، الشوط الثاني ربما الجويه كان مندفع اكثر، لكن بالمحصله ما كان اكو فريق مميز اكثر عن الفريق الاخر. زين، كنت تتوقع التعادل كابتن؟ لان كنت متوقع انه مثلا فريق الجويه يسجل، لانه مندفع بلاعبين، يعني صح لاعبي الشرطه 4 مهاجمين، لكن تلاحظ انه 6 لاعبين من فريق الجويه اكثريتهم يجيدون الجوانب الهجوميه، وحتى التبديلات اللي اجريت اثناء المباراه كانت اكثريتها جوانب هجوميه، يعني الفريقين كان متوقع ان واحد منهم يسجل هدف. خلينا نشوف ردود افعال الجماهير بعد المباراه مع الزميل احمد العطواني على الهواء مباشره. احمد حياك الله، تفضل، ماذا لديك؟ نعم زميلي علي، تحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهدي برنامج كرة. بالحقيقة مباراة سلبية انتهت بين فريقي الشرطة والقوى الجوية. للحديث أكثر ينضم معي عدد من جماهير الفريقين. حياك الله كابتن. أهلا وسهلا كابتن. كيف شاهدت الأداء والله هي المباراة جيدة، والحضور الجماهيري يعني كان جيد وغفير، ولكن كانت افتقدت بس للأهداف يعني. وحاليا يعني هاي أكثر شيء خدمة نادي الشرطة المباراة، وتمسكوا بالصدارة، وإن شاء الله هاي السنة الدوري للشرطة. راضين يعني كجمهور على أداء؟ والله حاليا راضين، يعني تغير الكابتن مؤمن سليمان ومدرب جديد، وإن شاء الله كأداء يعني أفضل، يعني يلعب ضد الجوية يعني اللي هو ثاني حاليا، وإن شاء الله حسم اللقب 80% لا 90%. كابتن، نعم. كيف شاهدت الاداء والنتيجه؟ والله احنا الحمد لله والشكر. بالبدايه نشكر جمهور الفريقين الجويه الشرطه فمن كل النواحي، يعني اليوم حتى التشجيع كان حلو، يعني ماكو اساءه لا للحكام لان اللعبه حلوه. هاي وحده. اما من مستوى الاداء للمباراه الشرطه كان افضل بهوايه. احنا ضيعنا فرص، المفروض لو بنغلب 3-4 الجويه، احنا مو استهانه بالجويه، بالعكس فريق الجويه فريق كبير. انا ما شنت باللعبه؟ لا موجود، انا موجود. الفرص مالتي اكثر من الفرص مالتي. تعرف شلون؟ بس خلنا خدمه. تعرف شلون؟ نسمع وجهه نظر وبعدين تعرف شلون؟ انا هدفين راح لي محققات راحن. انا راحن. الجول الاول خلينا نقول اوف، بعدنا ما راجعين هنا. بعد هذا ضلت على الثاني يشوفون اياها ما اعرف جول مو جول بقت يمه، بس انا ما ميت بالساحه، انا موجود. انا 90 دقيقه انا واقف، والدليل انت ما مسجل علي. صح ولا مو صح؟ انا هسه يزيدني وجهه نظرك. هو لنا وجهه نظر. انا فريق احنا الحمد لله والشكر طلعنا مباراه حلوه. انت راضي واحنا راضيين، مو صحيح؟ من الفايز بالمباراه؟ الجمهور. لا اقصد النتيجه بكلها الجمهور واللاعبين. انا اعطيك اياها هاي. انا اهم شيء الجمهور. انا اهم شيء الحمد لله والشكر 3 نقاط. وشفت انا مصدق
كابتن شلون وانت غير متعادل. متعادل اي متعادل. ايش متصدر ايش متصدر؟ بس عفنا انت شو تشجع؟ انا شو اشجع؟ جويه. نسمع وجهات النظر، خلينا نسمع وجهات النظر بس كلام اخير كلام اخير خلونا نحكي. شباب احنا على الهواء مباشره. حبيبي بس ما نخصك، هارد لك للفريقين، مباراة جميلة. لا شنو؟ انا فايز اليوم. انت فايز؟ متعادل ويا منتخب. يا منتخب. هو انت منتخب؟ كم لاعب منتخب؟ اقف حدد لي حدد بس لا تحكي لك شباب احنا على الهواء. اقف ادارتي نظيفه. كم شباب احنا على الهواء. كم بس ما نخصك، على الهواء. هدوء بس لا تقطع. انا ويا زميلي علي. ننتقل للمشجع اخر نسمع وجهة نظر. والله وجهة نظري انا اشوف الشوط الاول برايي الجويه والشوط الثاني الشرطه، يعني الفريقين تعادل، يعني نفس المستوى اللي اشوفه، يعني نتيجه يعني واضحه، يعني الفريقين مستحقين هاي النتيجه تعادل. كيف شاهدت الاداء؟ والله خليني احكي بصراحه شباب، اللعبه حلوه وتونسنا، الجمهور كله تونس الطرفين، والدور الشار للشرطه بقت ملاحظه صغيره، كنت تنتهي اريدها تنتهي ويسمع. هاي مال بحثيه عاريه شرطه عقروق هاي كنت تلغي كل هاي لا والله هاي مو حلوه، هاي كل هاي الحاله ظاهره لا تنظر هاي تلغي ظاهره. انا استفهام مال عيب ترى يقولوا احنا منتخب احمد العطواني اذا كنت تسمعني. ادارتي نظيفه ما عندي مشاكل. احمد ادارتي نظيفه. اسمح لي احمد العطواني حبيبي، تحياتي لهذا المشجع اللي لابس ابيض واللي قال هذه المفردات لازم تلغي من قاموس التشجيع، وراح اقطع وياك لضيق الوقت بوس لي اياه وقل له عمي احييك، لانه هذه المفردات يراد لها ثوره اعلاميه واداريه، ويراد عقوبات صارمه من لجنه الانضباط ومن بعض الجماهير المسؤوله على قاده المدرج، مسؤوله على المشجعين، حتى نتخلص من هذه المفردات المقرفه. شكرا يا احمد. كابتن مشجع بهذا الوعي وهذه الثقافه، والله يفرحني من اشوف واحد هيك يحكي. اي هذا واحد من آلاف. لابد نبقى نكرر. هاي تربيه وثقافه وعنده علم. هو هسه كابتن رحيم قال كلمه حلوه، قال هو من يقول بعثيه؟ اعمارهم 17 و18 سنه، هو ايش مدريهم بالبعثيه؟ حتى ما ملحقين على كلمه بعثيه. لا هو اريد اقول له شنو معنات كلمه بعثيه؟ شنو ايش تقصد بيها؟ يعني هو شنو اللي قصد بالبعثيه؟ شو احنا كنا بزمن صدام كنا لبسنا دريسات تمثل العراق والمنتخب وياها اللي يبوس العلم ويبوس صدام، وانت هذا انت مجبر. يعني انت هذا كان يعني في شيء عادي، يعني الجويه يقولون بعثيه، للزوراء هي كلها نفس الشيء. ترى الزوراء والجويه والشرطه والطلبه هذا المفرد عيب، يعني ما اعتقد هاي يعني جزء كابتن رحيم لحق بيها وانا لحقت بيها، لكن هو شنو بعثيه؟ شو يقصد ببعثيه؟ هو طالب مال الكليه، ما يصير تطلب لي الكليه اذا ما تنتمي للحزب. انت مو بكيفك. زين، بما انه لقينا بحثي زين بما انه مواكبين هذه المرحله، زين ما انتمي بالكليه لا انا انتمي للحزب. اتفق وياك. قبل كان النظام يفرض عليك ان تنتمي. الأندية كابتن بالسابق كان مسؤوليها بعثيين، لأنه هسه اكو اتهامات بين الأندية الجماهيرية، أنت تابع للنظام، أنت تابع لفلان شخصية سياسية سابقة. أنتم عايشين هذه الأيام. كابتن هو منو كان مسؤول النادي الشرطة؟ منو كان مسؤوله؟ كان جمال مصطفى وكان تنسيب، يكون تنسيب يعني من الدولة، فلان يكون رئيس نادي وفلان رئيس نادي وفلان رئيس نادي، حتى شيء يعني الانتخابات كانت صورية. فلذلك يعني المسؤولين كانوا يسمون من قبل الدولة، انت على فلان نادي. حتى بالنسبة للأندية بالنسبة للمحافظات كان المحافظ هو رئيس النادي، او مثلا مدير المخابرات بفلان محافظه. لذلك صعب جدا انه انت تتهم نادي على حساب نادي، يعني لا حد يتهم الثاني. اذا كل الانديه كانت خاضعه لسلطه البعث، كل الدوله حتى نغادر هذه النقطه. مو فقط الانديه وانما كل مؤسسات الدوله كانت تابعه لنظام البعث لانه حزب الواحد. فصعب جدا انه انت تتهم مجموعه من ناس انه ذولا كانوا بعثيه وانت مو بعثي. كل العالم كانت بعثيه. بالعوده الى المباراه، هدف القوه الجويه اريد رايكم. تسلل غير تسلل؟ لا هو كان تسلل واضح. تسلل واضح. هو كان تسلل واضح، لكن انا عتبي على مصلحه الاحتياط مال القوى الجويه. بعدها شفت التذمر والعياط وعلى هاي. لا اخي يا اخي شوف المباراه يا اخي انتم يا كادر، يعني هسه احنا وصلنا 2023 كابتن، اريد فد شغله
الكوادر اللي موجوده الفنيه اللي قاعده على مصطبه الاحتياط. يا اخي ايباد سعره قليل والمباريات جات تنقل، خليها يمك وتعاد يلا انت من جات تتذمر تعطي ايحاءات للاعبين واللاعبين الجمهور، وبالتالي المسب للحكام والمشاكل اللي بيناتهم من انتم تصرفاتكم. يا اخي عندكم ايه؟ عندكم المباراه كلها منقوله، يا اخي شوفوا تتبعوا. هاي واحده من الشغلات اللي تخفف الضغط على الحكام على الجماهير. كابتن الهدف فعلا يعني بالاعاده يلا تاكدنا انه لانه كانت حركه سريعه كره ثابته، لكن بالاعاده كان تسلل واضح على تحسب لمراقب الخط. اكيد تحسب لمراقب الخط لانه كان الفارق قليل جدا. زين. السيد تحسين الياستري بعد المباراه يقول الفائز الوحيد في هذه المباراه هو الجمهور. لا والله الخسران الجمهور. والله ما شاف مباراه بمستوى نديه عاليه ومهارات عاليه. كانت ترى المباراه خلينا نكون واقعيين بمستوى متوسط، يعني ما ارتقت للجيد من الناحيه الفنيه، لان هي مغلقه فنيا يعني الصراحه. وانا اقول انه الجمهور هو الخاسر لان ما استمتع باداء مباراه كبيره تليق باسمين الفريقين، يعني وخاصه انت تلعب لما يلعب الفريق المركزي الاول والثاني يجب ان يكون مستوى الفني والاداء عالي جدا عندما يضم مجموعه من اللاعبين المنتخب الوطني. فاعتقد انه المفروض الجماهير تستحق اداء اكثر من هذا اللي حضر اليوم. زين. غياب بسام شاكر في الشوط الاول شلون تشوفه كابتن؟ شوف انا عندي ملاحظه انه علاء عبد الزهره من اللاعبين الممتازين جدا، نعم، لكنه المباراه السابقه من لعب حدود مثلا اكثر من تقريبا 80 او 75 دقيقه. اكيد ورا 3 ايام بهذا العمر الاستشفاء يصير صعب جدا، رغم انه علاء من اللاعبين المحافظين لاعب الملتزم، لكنه اشراكه من بدايه المباراه اليوم ليس مثل ما كان المباراه السابقه. ويا كان ممتاز جدا وبذل مجهود عالي، لذلك لو معترض بعلاء وعكس ما مثلا بسام ممكن يلعب بالبدايه وبعد ذلك يشرك علاء، اعتقد كانت تكون فائده علاء اكثر بهذه المباراه. رايك؟ نقطه كلش مهمه، الخيارات التكتيكيه لدى احمد صلاح ممكن ان يقدر يتلاعب بهذه الادوات لان ما يملكه بالدكه بدلاء. صح انا اتفق يا كابتن، لعب مباراتين صعبه بعمر عالي يجب ان تنطيه الراحه، ممكن ان يفيدك في ربع ساعه و20 دقيقه ممكن يغير لك اجواء المباراه. بس يقول لك مباراه مهمه امام القوه الجويه الوصيف يفيدني لاعب الخبره بهذا المكان، وجهه نظر. بس لازم بجهد عالي لانه ما بذله بالمباريات السابقه كان يعني جهد عالي جدا وسجل اهداف، لذلك كان ممكن اليوم انه يحقق لك الفوز لو لعب مثل بالنص ساعه الاخيره. بس هو لا يعني كان يعني على لاعب جيد يعني لكنه كان ممكن يقدم اكثر. نعم اتفق. بسام شاكر اللي تفضلت سالتي كابتن رحيم ممكن كان يقدم اضافه اكثر من كابتن علاء بسبب قدم الاضافه بعد اشراكه في الشوط الثاني. لا ما دخل باجواء المباراه بسرعه، ما دخل باجواء المباراه. يعني بسام تعرف انت لاعب شاب مو ممكن، وهاي المباريات الجماهيريه من الصعوبه يحتاج الى لاعب الى خبره مباشره دخوله باجواء المباراه. اعتقد احتاج في 10 دقائق ربع ساعه يلا دخل باجواء بيسوي يعني حاله تكتيكيه واحده، لكن هو بسام ما كان مؤثر اليوم. زين. اتوقع انه المباراه كانت على الصعيد الشخصي ما بين احمد صلاح وحسين عبد الواحد من جانب ومؤمن سليمان من جانب اخر، مواجهه من نوع خاص وكلاهما يريد ان يثبت انه له السبق والقصب في انجاز الموسم الماضي للشرطه كابتن. لا هو انت مهما تكون المسميات الانجاز يعتبر للجهاز الفني على راسهم المدرب الاول. زين. الان باي يعني بطوله او اي هذه تسال عن منو المدرب اللي فاز مثلا بفلان سنه، حتى ما راح يذكرون مثلا جهاز المساعد. صح. لذلك السنه اللي فاتت انه المدرب اللي فاز بالدوري هو منو مساعده احمد وساعده حسين عبد الواحد وكانوا، لكن خروجه ومثلا قيادته لفريق القوى الجويه ما اعتقد بنوع من المنافسه، لانه مثلا شفت انه المدربين يعني اختاروا تكتيك مختلف عن ما كان مثلا يلعب نادي الشرطه تحت قياده مؤمن، وحتى ما كان يلعب مثلا الشرطه مع احمد صلاح غير ما كان يلعب. مثل ما ذكر كابتن رياض كانت هناك مفاجاه مثلا او مثلا مفاجاه من قبل احمد صلاح انه لعب بهذا الكم من المهاجمين بدايه المباراه. فاعتقد هاي المنافسه بداخل الملعب يعني. زين. لمن تعطي افضل لاعب بالمباراه حسب تصورك؟ افضل لاعب المباراه عبد المجيد ابو بكر. يعني لاعب مميز فعلا ما اختلف ويا كابتن رياض. زين. لاعب لم يظهر بمستواه بفريق تريد تعطيني لاعب من الفريقين او لا؟ انا من كان كل فريق الشرطه يعني المواس ما كان
ما كان بذاك المستوى. مواس كانت فقط انه تحس بيه بس مجرد يتعارك ومجرد انه فقط يعني شلون نسميه مشاكس بداخل الملعب، لكن اضافه فنيه كان المباراه لا كان غير اضافه فنيه. اعتقد ابتعاد اسو بالتسجيل لفتره طويله يعني فتره مباريات بدا علامه يعني علامه استفهام، لانه لاعب هداف. اتمنى انه يعود يسجل، لانه الشرطه محتاجه لانه مهاجم يسجل الاهداف. شنو السر كابتن؟ هو اول ما اشرك اسو هاتريك على تسجيل في كل مباراه، شنو اللي اختلف؟ اعتقد هذا نبات الوضع النفسي، عدم التوفيق داخل عدم إتاحة الفرص السهلة للمهاجم، عدم تهيئة الكرات من قبل لاعبي الوسط أو من قبل الأطراف. شوف كابتن رحيم، مباراتين ضد الحدود أو ضد الطلبة ما لعب أسو، في مباراة القوة الجوية يلعب أسو في مباراة صعبة جدا. فبالتالي هاي الخيارات كابتن رحيم ممكن تعطي ادفانتج لاحمد صلاح، انه احمد صلاح ممكن يلعب اسو او يلعب علاء او يلعب مواس، هو ما عنده مشكله. لان هم في جاهزيه بدنيه، ثلاثتهم في يعني هم ممكن اي واحد يشارك هذا. فبالتالي جزء ابتعاده عن الاهداف هي راح سببت له مشكله، لان هو حتى على عباس واسو اذا ما يسجل اهداف راح تخلق له مشكله نفسيه داخليه، فبالتالي فقدان من اللي يساعده بتسجيل الاهداف؟ اكيد انه لاعبي الوسط يخلق له فرص ممتازه جدا، فبالتالي يوخر الضغوطات عن اسو وذا على عباس. كتصور من راح يستفيد من مباراه اليوم في مواجهه الكاس؟ ايضا الجويه والشرطه راح يتواجهون، منو اللي استفاد ككادر تدريبه؟ مؤمن له احمد صلاح؟ والله يعني اللاعب العراقي ما معروف يعني ما هذا، بس اعتقد مباراه الكاس تختلف بطوله عن هذا، ممكن مباراه الكاس تصير اقل تحفظا، لكن فريق الشرطه بوجهه نظري يبحث على هذا اللقب. صحيح. قد يكون لا راح يعد العده ونفس هذا، لكن فريق القوه الجويه لان تعرف انت قد يكون هناك خيارات تبديليه لاعبين اكثر، يعطي الفرصه للاعبين، لان تعرف انت ضغوطات العب، لان انت راح تلعب مع مباراه دور سابق وراء الكاس، بعدها 4 ايام ترجع في الدوري، ممكن انه الخيارات البدلاء ممكن جاهزه. شكرا جزيلا للكابتن رحيم حميد، شكرا جزيلا للدكتور رياض مزهر، شرفتونا ونورتونا، شكر موصول لكم مشاهدينا، نلتقي غدا، سلام عليكم ورحمه الله.